السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلب متابعينا عاملين إيه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جميل جدا، اي نعم طويل شوية بس يا رب يعجبكم. النهارده هدخل معاكم المطبخ وهنشوف هنعمل ايه من اول ما بندخل الصبح لحد ما بنخرج كده قبل المغرب او بعد المغرب كمان بشوية. يلا بينا نشوف هنعمل النهارده قطايف حلوة جدا من غير خميرة وناجحة 100%، وكمان هنعمل تتبيلة فراخ خطيرة جدا، وكمان هنعمل شوية كرنب كده على شوية فلفل محشي، ويا سلام على الجمال بجد، حلوين قوي وطعم المحشي حلو جدا جدا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا قبل ما ندخل الفيديو ما تنسوش تشتركوا عندي لو مش مشتركين، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بعمله. كمان ما تنسوش تصلوا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا نشوف كده هنعمل ايه مع بعض النهارده. نقول بسم الله ويلا نتوكل على الله. اول ما بدخل المطبخ كده ببدأ اجيب بقى العصير وهنجهزه مع بعض. طبعا هنعمل جوافة، وعشقي في رمضان ان انا اعمل عصير جوافة، بجد بحبه جدا في رمضان. مين زي بيحب عصير الجوافة في رمضان وبيحس كده باجواء رمضانية لما بيجي يشرب عصير الجوافة. المهم بقى هنعمل عصير عادي جدا، هنحط مية والجوافة والسكر بس بقى، مش هنحط اي حاجة تاني، وهنضربهم كويس مع بعض لحد ما العصير ينعم معانا كويس جدا. تمام، نعم معانا وبقى كويس قوي قوي. هناخد نصفيه بقى في المصفى كده، ونصب شوية كده للبيبي الصغنن علشان ما يصدعناش طول اليوم. وهنقفل العصير بقى ونحطه في التلاجة يسقع براحته. طبعا جهزنا البلح، الحاجات دي كده اول حاجة بنعملها الصبح. تاني حاجة بقى هنعملها الفراخ، طبعا عشان هنتبلها وهتقعد فترة في التتبيلة. قطعناها وحطينا بصلية كبيرة عليها معلقة من صويا صوص ومعلقة من دبس رمان، وكمان طماطمية متوسطة قطعناها. حطينا يعني قشرتين كده من البرتقال، وكمان فصين من الثوم، كزبرة، بقدونس خضر يعني. وكمان هننزل بقى كل اللي في البولة، مش هنسيب اي حاجة. الاسعار غالية جدا. و هنحط بقى دلوقتي شوية من المية. هنحط كمان الملح بتاعنا، هحط 3 معالق صغيرين، وهحط معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من البابريكا، وبس كده. هنضربهم بقى كويس في الخلاط. انا استكفيت بالتتبيله دي، مش هحط اي حاجه تاني كده. تمام معايا التتبيله، هضربها كويس في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تنعم. هنزل بقى بيها على الفراخ وهسيبهم مع بعض بقى ياخدوا ويدوا بقى للصبح بقى براحتهم. هسيبهم تقريبا يعني دي كده عشان عملتها اول ما صحيت على طول. هسيبها 4 ساعات في التتبيله دي تشرب بقى وتاخد وتدي كده مع نفسها لحد ما نشوف الحاجات التانية. هنطلع بقى الحاجات من الفريزر. كنت شايله كده شويه حاجات، هقول لكم اللي نفع واللي ما نفعش. كنت شايله كده شويه تقليه محشي بصل يعني ومتبله وكل حاجه، وطبعا شويه كرنب كده، طماطم وخس، ورق خس. كنت عندي كميه كبيره فاضطريت ان انا اشيلها في الفريزر، هنشوف هتنفع ولا مش هتنفع. حطينا كده حله على النار ونزلت بالبصل، وكمان بقلبه كويس كده مع بعض وهو متحمر وكل حاجه. هنزل بالطماطم على طول. تمام، نزلنا بالطماطم كده هنديها تقليبة مع بعض كويس. تمام. و هسيبها لحد ما تتسبك مع بعضها. اتسبكت وبقيت زي الفل كده. هنزل بالرز، وكمان هاخد 3 معالق او 4 معالق كده من الصلصة بتاعة المحشي، وهقول لكم في الاخر ليه. نزلنا بالرز، حطينا بقى معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان معلقة من البابريكا. طبعا هي مش محتاجة التتبيلة دي كلها، بس يعني بعزز النكهة اكتر. حطينا بقى الملح، وكمان حطيت كده بقدونس، كزبرة وشبت، وكنت مقطعهم كويس صغير. هنحطهم ونقلبهم كويس مع بعض كده لحد ما يتجانسوا مع بعض. في الوقت دوت بقى خرجت الكرنب كده من الاكياس وهنفككه زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت مخرجاه وسبته يفك براحته. تمام، مش هنحطه ولا هنحطه في ميه سخنه ولا الكلام ده خالص، هنسيبه بس يفك براحته، وبعد كده ايه نبدا نحشي فيه.
حطينا في الحلة اللي هنرص فيها، حطينا الأجزاء اللي بتخرج من الكرنب، وكمان حطيت عيدان من البقدونس والكزبرة في قعر الحلة. هنبدأ دلوقتي نلف الكرنب بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين، بلف الحجم اللي انا محتاجاله وبعد كده بقطع الباقي عادي جدا. تمام، بصوا الصباع متماسك ازاي وواخد حقه كده ومش بيفك معانا. انا باخد الورق الاخضر لو تلاحظوا بحطه في قعر الحلة من تحت علشان طبعا بيستحمل شوية، وبما انه كان في الفريزر فهو كان مستوي يعني اكتر من اللي هو الابيض فيعني وهو في الفريزر عادي تحطي الاخضر من تحت او الابيض عادي مفيش اي مشكلة. رصناهم وحطيت 2 كده من ورق الخس عملتهم وهشوفهم تجربة يعني هتنفع ولا كنت شاكة فيهم، وطلع شك في محله بصراحة ما ينفعش خالص، هو يتعمل طازة فريش يعني في وقتها يا بلاش. المهم بقى حطينا كده الصلصة اللي خرجناها في البداية على وش الحلة، طبعا فات شوية رز معايا عملنا بيهم فلفل محشي. دلوقتي هبدأ ارص الفراخ بتاعتي الجميلة دي في صينية وهرصهم كده جنب بعض عشان احطهم في الفرن ياخدوا ساعتين بالظبط كده في الفرن. هبدأ ارصهم على بعض كده جنب بعض وهنزل بشوية من الزيت وهغطيها بورق الفويل، طبعا لو في ورق زبدة يفضل من تحت الورق الفويل طبعا علشان الأضرار بتاعته، بس ما كانش متوفر عندي فيعني بصراحة حطيته كده على طول. المهم بقى غطيته كويس جدا ومنعت اي هوا يدخل جواه. هدخله بقى الفرن على اعلى درجة عندي وهسيبه ساعتين لساعتين ونص على في الفرن. ودلوقتي هنسوي بقى المحشي، كان عندي شوربة كده وزودت المحشي التسوية بتاعته العادية كأنك بتعملي محشي اسمه ايه دوت يعني طازة. تمام، حطينا كده الشوربة زودتها شوية عن العادي لانه احتاج مني شوربة زيادة. المهم يعني سبته غلى لحد ما اتشرب تماما، بعد كده رحت مهديه على النار، ودي كانت اهم خطوة في المحشي ان هو ينجح معايا. فضيته كده في الصينية بتاعتي وكمان غرفت كده الفلفل. اللهم بارك، بجد الريحة كانت قلبة الدنيا وكمان كان طعم المحشي خطير قوي، والفراخ اللهم بارك بعد ما استوت حطيت لها في حماية وهبدأ ارصها كده على المحشي. عايزة اقول لكم طعمها كان رهيب جدا جدا وكانت حلوة قوي والله، يعني الف هنا وشفا للي اكله. المهم بقى هرصهم كده وهندوق بقى المحشي. كان ده كده وقت اذان المغرب، يعني ده كده وقت اذان المغرب. هوريكم دايب ازاي، يعني هيبان دلوقتي معاكم. بصوا مجرد ما قطمته اتقطع بسهوله، بجد حلو جدا ودايب دوب وحلو جدا جدا، مش قادره اقول لكم بجد، حاسه اني بقول الكلام كذا مره بس كان حلو ومظبوط وكل حاجه كانت تمام. بس ورق الخس ما انصحكوش تشيلوه في الفريزر وتستخدموه بعد كده. تمام، المهم بقى بعد الفطار بقى حبينا نعمل كده شويه قطايف، فبوريكم الكوبايه المعياريه اللي انا هستخدمها. طبعا عندي فانيليا وبيكنج باودر، وطبعا الدقيق اي نوع تكوني واثقه فيه ومتاكده ان هو كويس يعني. المهم بقى هحط كوبايتين من الدقيق، الكوبايه كبيره طبعا زي ما انتم شايفين كده، كوبايتين من الدقيق عليهم معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، عفوا معلقه كبيره من البيكنج باودر، وظرف فانيليا. هنقلب المكونات الجافة كده مع بعض الأول وبعد كده هضيف المية. هضيف كوبايتين من المية، أنا ضفت في البداية كوبايتين بالظبط وبعد كده زودت نص كوباية تاني، يعني كوبايتين ونص طبعا على حسب نوع الدقيق معاكي. ما تحطيش مية، يعني هو المعيار المناسب ليكي كوبايتين من الدقيق كوبايتين من المية. طبعا انا كان نوع الدقيق اللي معايا احتاج مية زيادة فحطيت له تقريبا يعني من ربع لنص كوباية من المية.
تمام. قلبتهم وسبتهم بس على جنب كده على ما نجهز الشربات. حطيت كوبايتين من السكر عليهم 3 كوبايات من المية على معلقة من عسل الجلوكوز، طبعا حطيت عصرة ليمونة وسبته على النار كده مع نفسه. الشربات بتاع القطايف بيبقى خفيف شوية، فهنسيبه من 5 ل6 دقايق على النار، وبعد كده نطفي عليه ونحط له ظرف من الفانيليا وبس كده. المهم بقى بدأنا نسوي القطايف بتاعتنا. بصوا شكلها عاملة ازاي، بجد حلوة جدا جدا وناجحة ان شاء الله 100%. لو جربتيها اول مرة انا واثقة ان هي تنجح معاكي، وكمان هتقولي رأيك في الكومنتات ان شاء الله يا رب تعجبكم. بصوا بدأت تعمل الفقاقيع بتاعتها ازاي، او تبدأ تخرج الهواء اللي فيها. اهم خطوة اوعي ترفعيها من الطاسة وهي لسه فيها كده جزء ابيض او جزء عجين، علشان لو حطيتيها خلاص مش هتاخد لون من تحت، او ممكن تتحرق كمان، بس مش هتديكي النتيجة اللي انتي محتاجاها. اللهم بارك كده خرجناها، وهبدأ اكمل بقى بقية الكمية وان شاء الله تعجبكم. اتمنى منك لو انتي موجودة في الفيديو لحد دلوقتي ما تنسيش تحطولي لايك، وكمان تقولي رأيك في الكومنتات، وشكرا ليكي من قلبي. وكمان ما تنسيش تسمعي الفيديو للآخر فضلا وليس أمرا. بصي القطايف لما خرجت اللهم بارك تأكدي ان انتي مغطياها بقماشة نظيفة كل ما تخرجي واحدة عشان تطرى وتبقى معاكي حلوة كده. معانا بقى الحشوة بتاعتنا عبارة عن زبيب، جوز الهند، وكمان فول سوداني، وشوية من الفستق، وكمان كده كل حاجة جرشناها كويس، وحطينا عليها معلقة من السكر ومعلقتين من الشربات اللي احنا جهزناه، خلطناهم مع بعض وبعد كده نبدأ نحشي كده مع بعض. اللهم بارك. بصوا بتتقفل بكل سهولة ازاي، وحلوة جدا جدا. ان شاء الله تجربيها وهتعجبك قوي. خلاص احنا كده جهزناها. كمان تقدري تعمليها كده وتعمليها يعني وتشيليها عندك، تغلفيها كويس وتشيليها في التلاجة لتاني يوم عادي، هتبقى حلوة جدا برضو، بس تأكدي ان انت مغطيها كويس. المهم بقى خلصنا الكمية وهنبدأ نحشيها نحمرها عفوا. هنحط شوية زيت كده، طبعا هنختبره قبل ما نحط القطايف عشان ما ينفعش نحطها في زيت بارد تشرب الزيت، وكمان تبقى كده يعني تقيلة قوي. هنحطها كده في الزيت تتقلي، وتأكدي ان لونها كده يبقى لونه كده ذهبي وحلو. بعد ما بتخرج من الزيت بنحطها في الشربات على طول، والشربات تأكدي ان هو يكون بارد خالص معاكي. المهم بقى بتقدميها في طبق وبتحطي اي نوع مكسرات كده على الوش، شكلها وطعمها بجد اللهم بارك حلوة جدا. هتجربيها وهتقولي لي صدقتي يا سمسمة ولا لا. المهم بقى شكرا ليكم لمتابعتكم ليا يا احلى ناس في الدنيا، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله قريب. ولو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تقولي رأيكم كده في الكومنتات. شكرا ليكم يا احلى ناس في الدنيا، وسلام.